السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد وشرح جديد. اذا في هذا الفيديو الاخوان غادي نشرح لكم واحد الطريقه اللي هي يعني من بعد بزاف ديال الناس اللي كيدفعوا، طبعا الناس اللي كيبغيو الفيزات، كيبغيو يدفعوا الدوسي ديالهم، كيحتاجوا واحد الكاش في الحساب او البنك ستاتمنت اللي غنقولوا واحد غوليف ديال البنك، يعني كاش في الحساب البنكي. وكاين بعض الناس اللي ما كيعرفوش هاد الطريقه اللي هي باختصار كتسهل عليك انك تمشي للبنك ديالك وتقول لهم بغيت كاش في الحساب الى اخره. ففي هذا الفيديو غادي نقدم لك واحد الطريقه، وهاد الطريقه بالنسبه خصوصا اللي عندهم الناس، يعني الناس اللي عندهم سي اش بنك فقط. هاد الطريقه يمكن كنظن حتى الابناك الاخرى، كنظن الناس يعني الا عندك تطبيق ديال سي اش في التليفون او تطبيق مثلا بنك الشعبي او التجاري او الابناك الاخرى، كنظن حتى هي كتوفر هاد الخدمه هادي وكتسهل عليك انك تمشي للبنك وتطلب هاد الكشف الحساب، وطلبو وانت جالس غير في الدار، وتقدر تاخذ هاد الكشف الحساب ديالك غير بالتليفون ديالك او الحاسوب ديالك بطريقه سهله جدا. اذا قبل ما نبداو هاد الشرح، نضموا الناس اللي مازال ما انضموش للقناه ديالنا، مرحبا بكم. الناس اللي كاينين في القناه ما تنساوش تدعمونا بزر لايك وتعليق زوين لنبدا الشرح على بركه الله. اذا اول حاجه الاخوان كنديروها، كندخلوا للحساب او التطبيق ديال السي اش، غادي نحلوا التطبيق ديالنا. غادي نمشيو لهاد ثلاثه ديال الشريطات اللي الفوق كما كتشوفوا، هادو اللي كاين على الجهه ديال اليسار، هادو غتكليكي فيهم، غادي تهبط حتى للقاع وغادي تكليكي غتلقى هنا ماي اي دوكومنت. غتكليكي في هاد الاي دوكومنت اللي هنايا، غتكليكي فيها وغتكليكي في هاد العلامه ديال الزائد، وهنا غادي تختار تشوز اكونت. هنا كيعطيوك الحساب ديال الدفتر والحساب ديالك العادي، انت غادي تختار الخيار الاول اللي هو الحساب العادي البنكي ديالك، ماشي الدفتر، انت على حسب اللي بغيتي انت. اوكي، كتكليكي اوكي، كتجي هنا لتحت فهاد ثلاثه ديال الشريطات عاود، وكتختار التاريخ. مثلا حنا 2023، غادي نختار انا مثلا حنا في شهر فبراير يعني مازال ما خرجش، غادي نختار الشهر الذي قبله، غنكليكيو يعني جانواري، غنكليكيو اوكي وغادي تكليكي داونلود. اذا كما كنشوفوا اللي غادي نكليكيو داونلود غادي يعطينا نحملو هاد كشف الحساب. يعني انت يمكن لك اوبن بي دي اف ولا الكام سكانر ولا بي دي اف ريدر على حسب التطبيق اللي يعني اللي عندك انت في الهاتف ديالك، تقدر تحمل به كشف الحساب ديالك. اوكي، كما قلنا كتكليكي اوكي، كتكليكي هنا كتختار السنه 2023، كتختار الشهر، كيعطيوك هنا جميع الاشهر، كتختار الشهر اللي بغيتي. مثلا نجي نجربو نوفمبر، كتكليكي عفوا اوكي، كتكليكي داونلود صافي. انا عفوا كيقول لي هنا ما كاينش 2022، نختارو ديسمبر. اذا كما كتشوفوا طريقه سهله جدا الاخوان، وكتوفر عليك انك تمشي للبنك وتطلب منهم كشف الحساب الى اخره. اذا هذه اسهل طريقه يمكن لك ديرها باش تاخذ كشف الحساب ديالك بلا ما تمشي للبنك كما قلنا. وهاد الطريقه كنظن كتوفر حتى في الابناك الاخرى، يعني ضروري ما غادي يكونوا كيوفروا لكم هاد الخاصيه هذه، عفوا هاد الخاصيه الاخوان. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا. فيديو خفيف ظريف، والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشرح لكم كيفاش تخدموا بسكريبت من الهاتف ديالكم. وكنعاود نذكركم الاخوان، عندنا سكريبت ديال بي ال اس وعندنا سكريبت ديال تي ال اس فقط للبيع، هادو ما كنحطوهمش في القناه ديال اليوتيوب، هادو للبيع فقط. اللي بغى هاد السكريبتات هادو يتواصل معنا عبر الانستغرام اللي غتلقاوها في صندوق الوصف او الديسكريبشن، غتلقاو الرابط ديال الانستغرام ديالنا. مرحبا بكم، تواصلوا معنا اي استفسار على سكريبت، اللي بغى ياخذ سكريبت مرحبا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.